أهلا بك يا عزيزي. النهاردة عندنا لعبة رعب من سلسلة ألعاب الرعب. النهاردة الجزء الثاني من تختيم لعبة، وهي إن أنا عبارة عن مريض نفسي بيجيلي تهيؤات وبشوف حاجات مش موجودة، وفي الحلم بيجيلي وحش عايز يموتني. وحابب أشكر على التفاعل بتاع الفيديو اللي فات اللي هو الجزء الأول، وبجد يعني فرحت قوي لما شفت الموضوع دوت. ولو عايزين جزء تالت من لعبة ذا بويلينج 1 يا ريت تكتبوا في الكومنت، وخليك مع الفيديو. النهاردة يا عزيزي تكملة للجزء الأول. ان الجزء الاول احنا متنا كتير، وكنا يعني لو فهمنا اللعبه قبل، لو كنت فاهم اللعبه قبل ما يعني العب، وكنت حالي دلوقتي في نايت 6 ولا 7. بس ايه، انا دلوقتي فهمت انا اللي مطلوب مني، وفهمت ايه اللي لازم اعمله. فدلوقتي المهم مطلوب ان انا انضف الحته من مش عارف الحبر الاسود، او مش عارف الموضوع ده ايه. ده المفروض يعني اللي هو ايه، ياخد باله منه يعني، او يحقق في الموضوع، مش اللي هو عادي يعني. المهم دلوقتي مطلوب مني اصلح التلفزيون الخربان ده اللي بيطلع دخان. هيصلحه ازاي من ان هو بيطلع دخان مش عارف، بس هو بقى هيصلحه عنده، ممكن يكون عنده قطع غيارات. بعدين هنحط المواعين في الحوض. اللي هو في الحالة الأولى اللي فضلت ايه ساعة عشان قبل ما افهم الموضوع دوت. هاخد المواعين دلوقتي واحطها في الحوض عشان دلوقتي يجيلنا ايه النايت مير. عشان دلوقتي يجيلنا النايت مير. بس خلاص خلصنا. دلوقتي احنا في النايت مير. هاخد الكرسي ارميه على جنب، بعدين اروح هناك واشوف ايه الموسيقى اللي انا هصلحها ديت. طبعا لو كنت شفت الحلقة الأولى كنت هتعرف إن في قدامي كده وحش بيظهر، مش عارف بيظهر امتى ولا بيختفي امتى، بس هو على حسب بقى. بيظهر وبيختفي، هو بيظهر تدريجيا، فأول ما بيظهر المفروض أكون عرفته يعني. فهاخد الدباديب، لازم أحط 3 منهم. أو ظهر. كنت تقريبا في الحلقة الأولى كنت بروح أقفل على نفسي، وكده ما بيقدرش يدخل عليا بقى. كان بيخبط باحترام. هو أول مرة اخترق الباب، وبعدين تاني مرة بقى بدأ يخبط باحترام. فدلوقتي بنستنى بقى لغاية ما يخلص. حاول يفتح اهو، بس نقفل بقى، نعمل ايه. دي تقريبا الغرفة دي الستارة تقريبا. دي مش عارف ايه ده شباك. مش عارف ايه نوع النتمير اللي بحلمه كل يوم دوت، بس انا مستنيه يخلص. قاعد بيرزع في الباب جامد. خلاص بقى، خلاص ما فتحتلكش أول مرة يبقى تمشي بقى. هما 3 مرات 3 مرات. يعني من آداب إنك تخبط هما 3 مرات. أتمنى إن هو يكون اختفى خلاص. المهم اختفى خد البتاع ده واروح ارميه هناك في السرير. ده كمان هروح ارميه هروح ارميه في السرير. هو المشكلة بلعب على التليفون بطريقة يعني معقدة شوية، بس عشان المايك. ان انا لما كنت بإيديت الجزء الاول لاحظت ان احيانا الصوت كده بيروح وبيمشي، بيروح وبيمشي، مكانش مظبوط. عرفت بقى الصوت بيجي منين وبيدخل منين، فقفلت. ورايا 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 ورايا. بس خلاص كده المفروض خلصنا. دلوقتي هنحط البتاع دي هنا. بتاع كل مرة ده هنحطه هنا. حط بتاع الملفات دوت كمان. حط البتاع دوت مش عارف ما بيدخلش خلاص هما اتحط بقى. هروح اتفرج على التلفزيون واغسل سناني. حاجات بسيطة وسهلة. ده ده طلع بيمشي. لو شفته في الحلقة الأولى كان بيدخل بس كده ايه، يثبت مكانه وبعدين ما بيعملش أي حاجة، بس كده بيتفرج، زي كأنه بيتفرج كده. انا مش عارف اتصرف معاه ازاي. هو زي بيجري كده. المهم هكمل تقليب عبال ما يجيلي اي مهمة خلاص جاتلي. بس كده هروح اغسل سناني. هو بيمشي اهو. بس خلاص اقفل الباب دلوقتي واغسل سناني بسرعة، ونكون كده خلصنا ودخلنا على النايت مير. المفروض ساعة بيغسل سنانه وجنبه وحش مستنيه يخلص يطلع. هو فتح الباب كمان. نايت مير. بسرعة بقى نحاول نخلص الموضوع ده بسرعة. ايوه هعمل كده اهو. هاخد الباب، قصدي هفتح الباب
بعدين اخد حتة من دي واروح راميها هناك، وبعدين الموسيقى هنصلحها. بسرعة بس. هو المفروض ان هو بيظهر بوقت عشوائي مش بوقت محدد، لان لما كنت بإيديت ظهر في وقت عشوائي فعلا. الاول كان ظاهر 1:30، دلوقتي ظهر الساعة 1. من البتاعة الحمرا دي واضح ان هو بدأ يكون سريع. بسرعة، الكرسي رميته هناك ليه؟ بسرعة بس خلاص. استنى بقى، ايه ده اخترق، يا نهار ابيض. هو ما كانش بيعمل كده في الاول. هو انا اول ما قفلت الباب قفل، بس الموضوع ان اخترق ده لا، ده جديد بقى. هنعيد نفس الموضوع تاني ونايت مير تاني. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويومين. ظهر لي تاني ماشي بالراحة يعني، على اساس ان هو اورا وكده يعني. مش عارف المشي المعقل اللي بيمشي هنا. حاول استدرجه بعيد عن الباب عشان اعرف امشي بس. هو بعد، هو بس كده بيقف قدامي مبيعملش اي حاجة بس، وبيفضل يعمل الحركة دي يعني. دلوقتي العاب حمام زفت. الحمام ده ما يتنضفش بحاجة عادية، يتنضف بكلور بصراحة، لأنه هو مخزن كل حاجة فيه. سايبه كده من أيام الجاهلية وجاي ينضفه دلوقتي. نايت مير تقريبا هو بتزداد سرعته في كل مرة. ايه، بتزداد في سرعته يعني في كل ليلة. يعني نايت 5 هيكون سرعته أعلى من دلوقتي. المهم دي اوريدي مرمية على الأرض، مش عارف مين رماها. بيخبط. هو محترم، بس لو عايز يكون محترم اكتر من محترم كان المفروض يخبط زي 3 مرات وبعدين يمشي، مش يرزع الباب كده. انا بعتقد ان الطريقه اللي الفتح الامريكيه دي بتتفتح باللف مش بالكرسي، مش زينا اللي هو زينا بتتفتح اللي هو تنزلها تحت وبعدين لا، بتتفتح باللف. بس انا من نفسنا مش واخدين بالنا يعني. المهم هو كده المفروض مشى. هروح دلوقتي بسرعه عند هناك، هحط اخر عروستين وهتكل على الله. ندخل بقى يعني في نفسنا بقى. انا مش عارف ايه هو ليه كل يوم يعني مستحمل ان هو يحلم بنايت مير وياخد له اي حاجه. انا لو حلمت بكابوسين ورا بعض شات جي بي تي بقى بيبدأ يشتغل بقى وافضل بقى اساله ايه اللي بيحصل معايا، طب وانا مخي بيعمل كده ليه. لا، موضوع متعب برضه. هنعمل نفس كل حاجه. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويوماتي تعجن وتخمر. تسلم ايدك ست اميره. اللي تخرط واللي تطش واللي تربط واللي ترش تقليتها تظبط وش. تسلم ايدك ست اميره. اللي تجمع واللي تقمع واللي في كل رق بتلمع ورا. وانا برضو بايديت لاحظت ان في على الجنب كده ان في زرار جري، بس مش عارف اضغط عليه لانه في حته صعب بصراحه. ايوه لاحظت ان في هنا على جنب كده زرار بيجري سبرنت يعني. على بالي هي دي اقصى سرعه يعني، بس انا مش هستخدمه بقى الصراحه لانه في حته صعبه مش عارف استخدمه خالص. كويس ان هو ما كانش عايز هولد. خلاص كويس جدا تمام. يا نهار، بيعملها ازاي؟ اموت اعرف بيعملها ازاي بجد. انا اكون تعبان وعامل وبتاع ان هو يقوم يخترق الباب بسبب مشكله تقنيه. طب انا مالي انا الموضوع ده. المفروض يكون ظهر دلوقتي وهيجي ورايا بقى ايه، يعمل معايا الواجب. هو قافل بسرعة وحاطط الكرسي عليه. بس خلاص مشي. بعد رازع الباب ده كله مشي خير. هنحط اخر 2 ونغور ونقفل الباب بقى وايه ويظهر لنا تاني، وبعدين اصحى من النوم وينهار ابيض ده كان كابوس. ماخدش اصلا بتاع هلوسات لانه بيهلوس. هو مريض نفسي بيهلوس بس ما بياخدش برضه، عاوز يعذب نفسه كده. كان قاعد بيقرع من شوية بس انا همشي بسرعة الموضوع يكون اسوء.
المفروض ظهر، بس خلاص المفروض بقى نصحى من النوم نايت 6. مش عارف امتى النايتات بتخلص، بس هو نايت 6 بقى. نعمله بسرعة بقى كده. ظاهرة غريبة دي، استنى، دي جديدة دي، انا مش عارف ابص ولا مبصش. دي جديدة بصراحة يعني. انا افضل باصص ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. مش حاجة، بس بقى بص بقى كده بعد ما نخلص اللي ورايا نخش النايت مود. العب، انت بتلعب بتزوم، حلو الكلام ده. ممكن ايه تزوم كده اهو. هو بيخبط، هو بيحاول يفتح الباب. براحتك براحتك، خد راحتك خد راحتك. كده مش هفتح لك اصلا. ده هو بيفتح الباب وبيقرع كمان. قاعد بيقرع وبيكمل تكريع كده. خلص بقى، بس خلاص كده شيله بسرعة. امسك امسك، ارمي. ارمي، يلا بينا بسرعة بقى، بسرعة قبل ما يظهر تاني ويخترق الباب مرة تانية. بس كده. عارف هو ايه اخر نايت، بس طولنا، حاسس ان احنا طولنا عملها سبيد رن كده. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويوماتي تعجن وتخمر، تسلم ايدك ست اميرة. اللي تخرط واللي تطش واللي تربط واللي ترش، تقليتها تظبط وش، تسلم ايدك ست اميرة. اللي تجمع واللي تقمع واللي في كل رق بتلمع ورواها قرمش تسمع، تسلم ايدك ست اميرة. واللي بتفرم واللي تدقدق واللي بترسم واللي تزوق. نايت 8، يا نهار ابيض، نايت 8، لسه في نايت 8 تاني. انا تعبت، فهنخلي بقى الموضوع ده في الجزء الثالث، ونحاول بقى نشوف على الاقل ختمنا النهارده 5 نايتات كده. يا عزيزي نكون خلصنا الفيديو، فلو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش برضو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لناس ممكن تدعمني وتحب اللي انا بقدمه يعني. ويعني ان شاء الله اكون حاجة كبيرة في مجال اليوتيوب. فكده نكون خلصنا وختمنا، مش ختمنا السلسلة بس يعني خلصنا. فلو عايز بقى جزء تالت من ذا بويلينج 1 ممكن انزل. اما بقى موضوع السلسلة دي انا ممكن انزل كده كده، بس انا مش عارف امتى هخلص بتاع السلسلة دي، فهفهم بقى الموضوع دوت وبشوف. والسلام عليكم.